السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهاردة لكل بنت مقبلة على الجواز أو أي عروسة هتتجوز جديد وخايفة من عمايل المحشي أو واخدة فكرة إن المحشي حاجة صعبة ومتعبة. لا، الفيديو النهاردة هنعمل فيه كل أنواع المحشي وبطريقة سهلة وبدون افتكاسات. بس تابع معايا الفيديو للنهاية. بس لو أول مرة تمر على قناتي يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ومفعل الجرس على الكل. نبدأ الفيديو مع بعض ونسمي الله. بصي بقى معايا ست الكل، انا هنا مشتريه كوسه مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. الكبيره قوي بتاخد رز كتير وبيبقى شكلها مش حلو في الحشو. الصغيره قوي بتاخد حبيتين رز وملهاش لازمه وممكن تتقطع معانا في التقوير. انا جايبه الوسط. بصي يا ست الوسط. الاول انا قطعت العنقود بتاعها من فوق. وبعدين بندخل المقوار بالراحه جدا جدا لان الكوسه حساسه جدا وممكن تتقطع مننا بسهوله. انا هنا دخلت المقوار. المقوار هو اللي ثابت، ايديا اللي ماسكه الكوسايه هي اللي بتتحرك. بصي بحركها بالراحه جدا لان الكوسه حنينه جدا وضعيفه، ممكن تتقطع بسهوله وتتكسر من ايدينا. شايفه؟ بفرد ايديا والايد اللي ماسكه الكوسايه بالمقوار هي اللي بتلف. المره دي انا مش ماسكه الكوسايه، انت كده بيتهيألك ان انا ماسكاها جامد بايديا، لا، انا ماسكاها خفيف جدا وبلف المقوار بالراحه جدا. خدي بالك كويس وانت ماسكاها وتقوري بالراحه خالص لان الكوسه زي ما قلت لك بتتقطع بسهوله. وما تقورهاش قوي، يعني ما تاخديش كل اللحم اللي جواها لان القلب بتاعها برضو مفيد. ما لهاش لازمه انك تقوري الكوسه وتخليها ورقه. اولا هتفرقع منك في اثناء الطهي، اثناء ما تطبخيها. تاني حاجه هيبقى ملهاش طعم. سيبي كده يعني حوالي 3 مللي من القلب بتاعها. هنا بعد ما قورتها، بصي بقى بسن المقوار المشرشر ده، مش العدل، المشرشر، وتجردي بالراحة جدا وانت بتتعاملي معاه، بالراحة على خفيف خفيف. كده خططنا الكوساية. شايفين الجمال؟ هنعمل واحدة كمان مع بعض للتأكيد. ادي الشكل النهائي بتاعها مخططة. وممكن تعملي الخطوط بالعرض، ممكن تعمليها بأي اتجاه انت عاوزاه، بأي شكل انت عاوزاه، سمبوكسات يمين شمال. ادي واحدة كمان. بصي بندخل المقوار بالراحة جدا. الايد اللي ماسكة الكوساية هي بتلف بالراحة جدا على المقوار. المرة دي الايد اللي ماسكة الكوساية هي اللي بتلف. المقوار طالما خرج بالقلب كده خلاص، هيبتدي الايد اللي كانت ماسكه الكوسايه هي اللي مفروده، والايد اللي ماسكه المقوار هي اللي بتلف بالكوسه. واحده واحده هتتعلمي كل حاجه. بوظي بوظي مره اتنين لحد ما تتعلمي. انا كنت كده في الاول والله. انا مش شيفه على فكره، انا ست بيت عاديه. بس انا حبيت اوريكم التجارب اللي انا مريت بيها لحد ما بقيت متمكنه في كل شيء، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، والحمد لله على كل شيء. كده خلصنا الكوسايه التانيه. وبرده بالسن المشهشر. بصي هتبقى سلسة معاك، هي واحدة واتنين وهتبقي أستاذة. ادي شايفين طالعة بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. كده خلصت الكمية بتاعتي كلها. هنبدأ بقى ندخل على الفلفل بقى. هوريك الفلفل ازاي بتنقيه وازاي تقمعيه، ازاي تشيلي عنقود الفلفل من غير ما تكسري الفلفلات. شايفين؟ عايزاكي كده تبقي ست بيت شاطرة وأستاذة. اوعي تملي من الفيديو، خليكي معايا للنهاية، الفيديو ده مهم جدا. بص بسم الله ما شاء الله. هو ده الفلفل اللي انا جبته. هو للاسف انا ما لقيتش غير الفلفل المقلبص شويه الصغنن ده. بس حلو شغال. بس لما تيجي تنقي الفلفل نقيها العنقود بتاعها. بصوا شايفين العنقود جميل اللي انا بشاور لكم عليه ده، اخضر ولسه طازه، والفلفلايه نفسها بتلمع. انا لسه جايباها طازه. بس لما تيجي تنقي الفلفلايه نقيها الرفيعه الصغيره. بصي بقى يا ستي، شايفين الطرف بتاع الفلفلايه ده وانتي بتقمعيه اوعي تشيليه لان هو اللي بيمسك الرز جوه الفلفل. بصي بقى بتدخلي سكينه رفيعه كده من جنب العنقود بتاع الفلفلايه. معلش هي ما جاتش معايا ظابطه في الفيديو المره دي، هجرب لكم واحده كمان وهوريها لكم عن قريب. بتدخلي طرف السكينه من جنب العنقود بتاع الفلفلايه وتلفي حوالين العنقود بالسكينه. وبعد كده بعد ما تخلصي حوالين العنقود تقومي شده. بصي هنجرب واحده كمان. بندخل طرف السكينه، المفروض السكينه تكون رفيعه، من حوالين العنقود بتلفي. بصي الايد اللي ماسكه الفلفلايه هي اللي بتلف، السكينه ثابته. بالراحه بالراحه. ده كله عشان ما نشيلش الطرف بتاع الفلفلايه. شايفين؟ شد بقى العنقود ادي خرج بالقلب بتاعه. بتدخلي السكينه بالراحه من جنبه
بتميليها حاجه بسيطه وتلفي الفلفلايه وتشدي، هتلاقي العنقود بالقلب طلع معاكي. كده اصبحت الفلفلايه جاهزه على الحشو، والطرف بتاعها ما تشالش معانا. هنا بقى انا كنت مجهزه حله فيها ميه عشان هنعمل الفراخ البلدي بتاعتنا، وهننزل ببصلايه قوارمه صغيره، وكم ورقه لور، وكم حبايه حبهان طازه صابح. وبعدين العود ده اهم حاجه في الشرب اللي هو الكرفس، انا بجيبه وبقطعه وبشيله في الفريزر. بعد ما الميه غليت نزلت بالفراخ بتاعتي، وبعدين بمكعب مرق الدجاج فركته بايدي ونزلت عليها وسبتها تستوي براحتها. في الحله التانية كنت جايبه حله ونازله فيها بحته سمنه وشويه زيت، وبعدين نزلت ببصلايه كبيره زي ما انتم شايفين خرطتها. تمام، هنفضل نقلب كده، انا مش عايزاها تتحرق مننا، اوعي تحرقي حاجه لا تطلعي فاشله. شايفين بسم الله ما شاء الله الشوربه بتاعت الفراخ البلدي عامله زي الزيت، خفيفه قوي وشفافه، وبتبقى طعمها حلو جدا عن الفراخ البيضه كمان. هنفضل نقلب كده مع بعض البصلايه، واول ما تدبل حاجه بسيطه وتبدا تدخل في الصفار هننزل بمعلقه توم كبيره. التوم اللي كنا مخزنينه، لا ما تقلقوش هي ما اتحرقتش مني كده، هي بس عشان غفلت عنها سيكه، كانت هتتحرق مني. هننزل بقى بمعلقه توم كبيره لان التوم بيتحرق بسرعه، فبنزله اخر حاجه. وبعد ما تحمر التوم مع البصل، شايفين درجه اللون بتاعه البصله، نزلت بالصلصه بتاعتي اللي انا فرماها ومعلقه معجون صلصه كبيره، لان الطماطم الموجوده دلوقتي في السوق فاتحه شويه، يعني مش بتحمر التسبيكه. وهنا بقى البهارات اللي هنزل بيها: معلقه كزبره، معلقه كمون، سنه سكر، معلقه فلفل اسود، الملح حسب الحدق اللي انت عايزاه، ومكعب مرق الدجاج فرقاه بايدي وحطاه. يعني معلقه كزبره، معلقه كمون، سنه سكر، الملح حسب الرغبه، معلقه فلفل اسود، مكعب مرق الدجاج، وانزلي بيهم على التسبيكه بتاعتك وقلبيهم كويس وسيبيها بقى تتسبك مع نفسها. شايفين لون الصلصه بقى جميل ازاي؟ نسيبها مع نفسها. انا كده هوريها لكم اول ما بدات في الغليان، هديها تقليبه كده وتمام، هسيبها تتسبك مع نفسها. شايفين الكوسه والفلفل؟ على فكره انا كنت مقمعاهم من قبل، يعني كنت يعني صبحه هعمل محشي، فعملتهم من بالليل وشلتهم في التلاجة في كيس، وبعدين خرجتهم الصبح، خرجتهم ونقعتهم في شويه ميه بملح عشان يبقوا طعمهم حلو. وهنا بقى الرز بتاعنا الجميل المصري الاصيل بتاعنا، هنجيبه وهنغسله، هنشوفه شطفه تمام كده في المصفى بتاعتنا. شايفين النشا بتاعته بتنزل ازاي، والرواسب والحاجات اللي مش كويسه اللي بتبقى في الرز بتنزل من المصفى. تمام، بعد ما صفيناه التسبيكه خلاص تمام كده، نزلت بيها على الرز. بصوا بقى الخضره دي ما تستغربوهاش، دلوقتي الخضره ملهاش اي لازمه، بتاخدوا عودين مالهمش لازمه ب5 جنيه. انا هنا كنت مخزنه ال بسم الله الرحمن الرحيم، اما مخزنه الخضره بتاعتي، انا بخزنها في اواخر الشتاء بتبقى متقيه وجميله، وبخزنها عندي في الفريزر بستخدمها في الاوقات اللي احنا فيها دي دلوقتي. وظبطنا تمام وهنبدا الحشو. بقى يا ست الكل، اما تيجي تحشي الكوسه بالذات ما تكبسيش الصباع قوي، يعني شويه الرز على خفيف خفيف كده، وتسيبي بتاع نص سنتي من فوق فاضي عشان الرز بتاعنا بيزيد، وعشان الكوسه ما تفرقعش منك. شايفين ادي كده زي ما انا مورياكي كده. هنعمل واحد كمان، والفلفل نفس النظام، بتحشيه خفيف خفيف، ما تكبسيش الحاجه عشان الرز كده كده بيزيد معانا. تمام، وانتي بتحشي خلي الحله مايله، وبعدين بعد ما تخلصي رص اعدلي الحله كده. بعد ما خلصت الحشو بتاعنا بسم الله ما شاء الله، شايفين الشوربه ما شاء الله والقوه اللي بالله تحفه. بصي بقى مقدار الشوربه بتاعك، ما تمليش الحله قوي، بتاخديها لحد تلت الصباع بتاع الكوسه كده عشان حاجه ما تتهريش منك. وهنا بقى نبدا نحشي الكرنب. شايفين الكرنب انا بحبه صغير، بقطعه كله مقاس واحد. في ناس بتحب تحشي بصوابعها، بتلف باتجاه عكس الاتجاه دي، انا مش بعرف اعملها بصراحه، انا بحب احشي على ايدي حبه رص صغيرين. الكرنب ده انا مخزناه برده من اواخر الشتاء، كرنب روعه روعه مسكر وزي الفل. شايفين الصباع كله مقاس واحد، انا بحب المحشي يبقى قد بعضه، والصوابع تبقى صغيره مش كبيره، كميه الرز كمان ما تبقاش كبيره قوي. ادي الكرنب لفه سهل وبسيط جدا. وكده الكوسه والفلفل كانوا خلاص. بص شايفين الرز لما زاد، انا كده عملت حسابي ان الرز لما يزيد ما يدلدقش في الحله. وكده خلصنا المحشي بتاعنا الكرنب.
هنبدا نسقيه. بصي لما تيجي تسقي المحشي الكرنب بتخلي الصباع الاخير اللي فوق نصه فاضي ما فيهوش شوربه، عشان لما يجي يغلي ما يتهرش منك المقدار. وهنا بقى معانا الورق العنب، فاض شويه رز صغيرين، انا ما كنتش ناويه اعمل ورق عنب بصراحه، بس استخسرت شويه الرز اللي فضلوا، فجبت شويه ورق عنب لان انا بحبه جدا انا وابني الصغير. بصوا بقى، بنحط شويه الرز، بتتني الطرف اليمين وبعدين الطرف الشمال زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول اقرب لكم بقدر الامكان. تتني وبعدين تقفلي من الناحيه دي وبعدين من الناحيه دي وبعدين تقفلي الصباع. لف لف لف، صوابعك كلها هتطلع قد بعضها. هنعمل واحد كمان. شويه رز صغيرين، حطي الناحيه الشمال او الناحيه اليمين وبعدين نتني من الناحيه اليمين وبعدين من الناحيه الشمال ولف الصباع ورصصي حلتك يا ست الكل. بمنتهى البساطه والله المحشي ما بياخد حاجه، بس المهم ظبطي حالك. اي طبق يتوسخ اثناء ما انت بتعملي لازم تغسليه على طول عشان ما تحسيش بكركبه وبهدله في المطبخ. ونفس النظام الشوربه تكون نص الصباع عايم مع الوش. وادي النتيجه النهائيه، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم واستفدتوا ولو بحاجه بسيطه، ويا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه واللايك وشير ونفعل الجرس على الكل، ودعوه حلوه من القلب لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.